اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وحبايبي طيبين. النهارده هنعمل بقى الجلاش بمناسبه رمضان. حلويات رمضان ما فيش احلى منها. هنعمل مع بعض الجلاش والكنافه بكذا طريقه. وهنعمل البسبوسه والهريسه والقطايف. هنعمل تشكيله حلوه من حلويات رمضان. تابعوني لاخر الفيديو. هنعمل النهارده الجلاش الحلو المورق. حاجة كده جميلة جدا. بلف الجلاش واحدة هتقدري تعملي كمية حلوة جدا من الجلاش، تقضيكي وتقضي أفراد الأسرة كلها. دلوقتي عملنا الشربات بتاعها. حطينا كوبايتين سكر وكوباية ونص مية. تمام. وعصرة ليمونة ومعلقة عسل كلوكوز. لو ما عندكيش حطي معلقة عسل أبيض بعد ما يستوي الشربات بتاعك. وطبعا الفانيليا بتاعتك. حطينا ده كله على النار، واول ما يغلي طبعا بتهدي النار خالص عليه. بياخد بالظبط 10 دقايق كله. يعني 5 دقايق يغلي فيهم وبعدين تهدي النار. ياخد ويدي مع نفسه لغايه ما يستوي معاكي ويبقى شربات تقيل. شربات الجلاش يا بنات او الكنافه بيبقى مايل للتقلان، يعني ولا هو ما بيبقاش خفيف ولا هو خفيف ولا هو تقيل خالص، يعني بيبقى داخل على التقلان كده. هبدأ بقى احضر اهوت الجلاش معايا. هعمل الجلاش بحشوة الكنافة والمكسرات. بس مش هنحمصها النوباتي. قبل كده عملنا في الفيديو اللي فات حمصنا الكنافة اللي جوه الجلاش. هنا معايا اهوت ربع كيلو كنافة. قعدت قطعته كده صابح عادي خالص، ما بتحطيش في الفريزر ولا حاجة. بتبقي جايباه وبتقطعي كده بايدك زي ما انت شايفة كده. ومعايا المكسرات هنا هي بنات. معايا سوداني وزبيب وجوز الهند. طبعا حطيت عليه معلقتين شربات من اللي انت عاملاه، ومعلقتين سمنه او زبده. طبعا انت مسيحه كوبايه الا ربع زبده او سمنه. تمام. دي زبده على سمنه اللي انا عاملاهم دمت، او زبده على زيت، يعني اللي عندك حطيه. بس يستحسن يعني تكون لا سمنه لا زبده. تمام. خلاص اهوت انا سيحت اهو كوبايه الا ربع زبده او سمنه. خلاص كده جبت لفة الجلاش بتاعتي وبدأت اهو تعمل واحدة واحدة. بنعمل واحدة واحدة، يعني بناخد لفة الجلاش، بناخد ريق ريق منها. ريق واحد اهوت وتنيت نص اهوت لغاية النص. وحطيت الحشوة بتاعتي ايا كانت عندك، اي حشوة عندك. وحطيت طبعا عملتها بالسمنة اهوت عشان تتلف معايا، تبقى يعني اما اجي الفها تتلف بسهولة وتلزق تبقى مكبوسة. عشان بعد ما تستوي الحشوة اللي انا عملتها ديت ما تقعش منها. وطبعا احنا حاطين فيها الشربات وحاطين فيها السمنة، عمرها ما تقع منك الحشو. لازم تحطي الحاجتين دول. حابة تحطي فانيليا معاهم حطي. بس انا اكتفيت بالفانيليا في الشربات، كفايه نكهه واحده بس في الشربات. خلاص كده عملت واحده اهوت. طبعا بتجيبي الصينيه اللي هي المستطيله دي، لف الجلاش لفه عاديه خالص. الجلاش اللي احنا بنجيبها بتبقى 400 جرام، ما بتبقاش نص كيلو. بتجيبي الصينيه اللي هي المستطيله، اكبر صينيه عندك، وبتعملي فيها عشان تاخدهم كلهم. تمام. خلاص اهو يا بنات عملت واحده كمان اهو زي ما انتوا شايفينها. بتعمليها بالنص، يعني بتتنيها من النص وبعدين تبداي بقى تلفيها عادي خالص زي ما انت شايفه كده. بناخد واحده واحده تانية اهوت. تالت واحده اهي معايا، هي هنوريها لكم برضو. حطيت الحشوه ايا كان الحشوه اللي عندك، مش لازما المكسرات. عندك فستق، عندك بندق، عندك عين الجمل، اللي عندك حطيه. حابه تحطي الكنافه بس حطي، بس المكسرات بتبقى حلوه مع الكنافه. حطيت الكنافه بتاعتي مش متحمصه زي ما انا قلت لكم النوبه اللي فاتت. عملناها متحمصه. حمصناها الاول في حته سمنه على النار، وبعدين حطينا المكسرات عليها والسيرم والزبده. تمام. النوبة دي عملناها كده، هي سريعة وخفيفة. اي حد يعملها اهوت زي ما انتوا شايفينها كده. وبدأنا نلف اهوت رول. الواحدة بتلفيها رول اهوت زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. هيعمل معايا كمية حلوة جدا. بلف الجلاش واحدة بس هتعملي كمية حلوة قوي. خلاص كده يا بنات اهوت. عملت معاكم كذا واحدة بقى. هنكمل بقية الكمية ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده الكمية كلها خلصت معايا اهيت، وباقي شوية سمنة من اللي انا كنت مسيحاهم برضو. هنسقيها كده من على الوش كده بشوية سمنة اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مرضتش اعمل بالفرشة عشان الناس اللي ما عندهاش فرشة تعمل بالمعلقة عادي خالص اهو. انا بسقيها اهوت يعني على قد ما تاخد مني اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا بنات.
طبعا في الحالة دي بتكوني مشغلة الفرن طبعا قبلها ب5 دقايق، يعني وانت بتعملي صينية الجلاش بتبدأي تشغلي الفرن بتاعك عشان يسخن من فوق ومن تحت. طبعا انا هخبزها في الفرن اللي هو العادي، الغاز خالص عادي خالص، عشان اوريكم السوا يعني المظبوط بتاعها. وفي فرن الكهرباء برضه هنقول السوا المظبوط بتاعها. بدأنا بقى اهوت بعد ما سقيتها بالزبدة او السمنة اللي انت كنت مسيحاهم، اللي مبقية منك ما بتسيحيش تاني، مبقية من كوباية الا ربع، كوباية الا ربع اللي هو المج الكبير. حلو. خلاص كده اهوت بدأنا اهو نعملها بالسكينة بتاعتك. لازم بتقطعيها اهو الصوابع متساوية ازاي، بتقطعيها قبل ما تدخل الفرن معاكي. تمام. هتاكلي النهارده جلاش بقى، تاكلي صوابعك وراه، حاجه كده عسل، احلى من اللي بره بمليون مره. خلاص كده يا بنات اهو زي ما انتم شايفينها كده، هدخلها الفرن بقى على درجه حراره 180. بالنسبه للفرن الكهربي 180، وبتحطيه على الرف التحتاني خالص. اول ما ياخد لون من تحت وتحسي اللي هو استوى، بتشغلي الشوايه من فوق. بالنسبه لفرن الغاز بتهدي من الجوانب وبتهدي من تحت. اول ما يستوي معاكي بتروحي مشغله الشوايه من فوق، بياخد من 10 دقايق لربع ساعه. تمام. خلاص كده هو طلع معايا وزي العسل. شايفين لونه جميل ازاي؟ تحفه يا بنات. شايفين؟ طبعا بتحركي الصاج في العشر دقايق دمت، كل شويه بتحركي الصاج عشان ياخد لون موحد من تحت ومن فوق. شايفين الشربات بعد ما برد؟ الشربات بتاعي بعد ما برد بقى سيرم تقيل اهوت، يعني مش تقيل قوي بس ولا مش خفيف، ما يكونش خفيف خالص، بيكون تقيل. حلو يا بنات. خلاص كده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين كده، انا بحاول اسويه عشان يبقى كله يتشرب معايا الشربات، الجوانب كمان ومن فوق ومن تحت وكله. بتسقيهم بالكوبايتين السكر اللي احنا عملناهم اهو. انا انزله كله، احطه كله عشان يتسقي، يعني يبقى مسقي تمام. وطبعا ده كله هيتسقي معايا، هيبقى الصابع بصبعه دلوقتي. طبعا الصينيه سخنه لسه، انا بحركها اهوت بالقماشه. هو سخن لسه، انا مش عارفه اقطعه برضو اهو. انا بوريهولكوا طبعا لسه على ما يتشرب الشربات كمان. بوريكوا السوا من تحت ومن فوق نفس اللون اهوت يا بنات. لازما وانتي بتسويه تاخدي بالك منه، يعني 10 دقايق وبتحسيه خلاص هو استوى. بتوحدي اللون بقى من بتحريك الصاج، بتحركي الصاج كل شويه. خلاص اهو يا بنات، انا سقيته اهوت بالشربات اللي عندي كله اهو زي ما انتوا شايفين. اخر شويه حطيتهم اهو وبقى زي العسل معايا. انا عايزه اقول لك كل اللي ياكله من ايدك هيقول عليكوا استاذ، حاجه كده عسل. هنشوف واحد بقى، هنطلع واحد كده ونشوفه، مع انه لسه ما بردش، بس هنشوف واحد برضو كده جميل ازاي. حاولي قبل ما تطلعي الواحد لازم تقطعي، يعني تعيدي عليه تاني على اللي انتي قطعتيه بالسكين، عيدي عليه تاني بعد ما يستوي معاكي. اهو يا بنات شايفين الجمال، حاجه كده عسل وشربات لوز لوز. لازما الشربات بتاعك يكون تقيل عشان الجلاش بتاعك يبقى مقرمش وحلو، ويبقى في نفس الوقت برضو طري من جوه. عامل ازاي؟ جميل جدا. قومي بقى اعمليه وقولي لي رايك في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في شجعوني فيديو بلايكات جديد في كتير حفظ عشان الرحمن. انزل لكم مع فيديوهات السلامة. كتير.